بالنسبة للناس اللي هتحصد السمسم هتخلي بالها من الإصابة الحشرية سواء بأبو العيد أو الدبور الأخضر أو الحشرة النارية اللي لونها أحمر، لأن السمسم بيبقى تمام ومحمل تحميل ممتاز، وأثناء الحصاد هتفتح الكبسولة هتلاقيها من جوه محروقة، ودي بيبقى علاجها من بداية التزهير هنرش كل 15 يوم حتى موعد الحصاد. هنرش رش حشري للتخلص من الحشرات اللي احنا ذكرناها قبل كده. والأهم من ده كله إنك تحصد السمسم لما تلاقي علامات نضج السمسم اللي هي اصفرار الأوراق واصفرار الكبسولة. السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة في الفيديو عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وفول الصويا المستورد والمحلي وأسعار الفول البلدي وأسعار اللب والسمسم والكراوية والشمر وأسعار الفاصوليا، ومعانا أسعار الرد. هنبدأ بأسعار الرز الشعير. سعر الرز الشعير العريض والصال للمضرب 14,500 جنيه للطن، أما سعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب 13,400 جنيه للطن. أسعار التنفيذ بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق وتكلفة النقل. سعر الرز الشعير الجديد النهاردة والصال للمضرب اللي تم التنفيذ بيه 12,900 جنيه للطن، أما سعر التنفيذ على أرضه ما احناش عارفين كام بصراحة، بس اللي احنا شفناه قدامنا في المضارب 12,900 جنيه للطن، وده مش مقياس طبعا للأسعار الجديدة للرز الشعير. أما عن أسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب بيتراوح سعر الطن من 23,000 جنيه ل 23,200 جنيه. زيت وبخار وسيروتكس وكسر من 8 ل 10%. شكارة كمبيوتر وزنها 25 كيلو، سعرها من أرض المضرب من 575 جنيه ل 580 جنيه. أما سعر الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب زيت وبخار وسيروتكس وكسر من 8 ل 10% من 20,300 جنيه ل 20,500 جنيه. شكرا كمبيوتر متعبى رز أبيض رفيع وزنها 25 كيلو، سعرها من أرض المضرب من 505 جنيه ل 510 جنيه للشكارة. أسعار الرز الأبيض بتحددها أسعار ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز. أسعار الرز الأبيض كسرة أقل من كده بتزيد في السعر من 200 ل 300 جنيه وبتبقى طلبيات خاصة. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون 1000 جنيه للطن من أرض المضرب، أما سعر الكونة 9,800 جنيه للطن من أرض المضرب، وكسر الرز الناعم 10,800 جنيه للطن من أرض المضرب. أسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 11,600 جنيه للطن، أما سعر الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 11,600 جنيه للطن، والذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 11,100 جنيه للطن صب أرض المينا. في كميات كبيرة مستوردة من الذرة الأصفر. الكميات الكبيرة دي هتنزل الأسواق الفترة اللي جاية وهتنخفض الأسعار بتاعة الذرة الأصفر المستورد. أما أسعار الذرة تنفذ لدى التجار اليوم وفي المدشات. الذرة الأصفر الأوكراني شكاير معبأة 50 كيلو 11,600 جنيه للطن، والذرة الأصفر المحل العريض شكاير معبأة 50 كيلو 12,000 جنيه للطن، والذرة الأصفر المحل الرفيع شكاير معبأة 50 كيلو 13,100 جنيه للطن. أما سعر الذرة الشام الأبيض 11,000 جنيه للطن، والذرة العويجة الحورس 11,100 جنيه للطن شكاير معبأة 67 كيلو، والذرة العويجة الوسط معبأ 67 كيلو 14,600 جنيه، والذرة العويجة الكبيرة معبأة 60 كيلو 17,600 جنيه للطن.
سعر فول الحمام 25,000 جنيه للطن معبأ 25 كيلو. كسر الفول الخشن 27,000 جنيه للطن شكير معبأة 25 كيلو. سعر البسلة الخضراء الأمريكي 34,000 جنيه والبسلة الصفراء 26,000 جنيه للطن شكير معبأة 25 كيلو. الشعير النبوي 13,000 جنيه للطن معبأ 60 كيلو. والشعير النبوي البضايع الوسط 12,000 جنيه للطن معبأ 60 كيلو. سعر السمسم دي للجمل 95,000 جنيه للطن. أما السمسم الأبيض 85,000 جنيه للطن. متوسط سعر طن الردة 11,500 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الفاصوليا تحسن كبير اليوم في سعر الفاصوليا البيضاء مع استمرار طلبيات التصدير للاتحاد الأوروبي. وصل سعر الفاصوليا النهاردة ل63,000 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الكمون البلدي من 200 جنيه ل 220 جنيه للكيلو. والفلفل الفيتنامي 315 جنيه للكيلو. أما الفلفل البرازيلي 340 جنيه للكيلو. متوسط سعر كيلو الكزبرة من 48 ل 50 جنيه للكيلو. والشطة من 70 جنيه ل 80 جنيه للكيلو. الملح الصيني 65 جنيه للكيلو. والقرفة السيجار 230 جنيه. أما الكركديه 135 جنيه. الكركديه اللوز 200 جنيه للكيلو. والشوفان 38 جنيه. ورق اللورة 120 جنيه للكيلو. بالنسبة لأسعار الكركديه السوداني الورق الخام 85 جنيه للكيلو. والكزب العباد 36% بروتين 15,500 جنيه للكيلو. البرسيم الأصفر من 14,000 ل 15,000 جنيه للإرداب سواء على وشه 180 كيلو أو متعقب 168 كيلو. اللب الكوسة البضايع العالية 170 جنيه للكيلو. واللب السوبر البضايع العالية من 100 جنيه ل 130 جنيه للكيلو. أما البضايع الوسط من 70 جنيه ل 90 جنيه للكيلو. واللب الخشابي 220 جنيه للكيلو. أما سعر اللب العباد من 30 جنيه ل 37 جنيه للكيلو. والفول السوداني الأرابانج الإرداب ب75 كيلو الموسم الجديد 2000 جنيه للإرداب. أسعار الفول البلدي التلاجات الإرداب ب155 كيلو. بيتراوح سعر الإرداب بالبضايع العالية من 5200 جنيه ل 5400 جنيه. أما البضايع الوسط بيتراوح سعر الإرداب من 5000 جنيه ل 5200 جنيه. والبضايع القليلة من 4800 جنيه ل 5000 جنيه. أما الفول البلدي المفروش سوروتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو. الفول الصحيح البلدي 37,000 جنيه للطن. أما الفول الصحيح الأسترالي 31,000 جنيه للطن. والفول الصحيح الإنجليزي 29,000 جنيه للطن. والفول المجروش الأسترالي 34,000 جنيه للطن. والفول المجروش الليتواني 28,000 جنيه للطن شكاير معبأة 25 كيلو. بالنسبة لأسعار العدس بجبة العريض من 44,000 ل 45,000 جنيه للطن. أما العدس بجبة الرفيع 42,000 جنيه. والعدس المجروش الأصفر 47,000 جنيه. بالنسبة لأسعار الرز البسمتي الهندي ال11/21 من 65,000 ل 70,000 جنيه للطن شكاير معبأة 25 كيلو. أما الرز البسمتي الهندي الBR من 50,000 جنيه ل 52,000 جنيه للطن شكاير معبأة 25 كيلو. البلكم الأوكراني الأبيض متوسط سعر الطن 45,000 جنيه معبأة 25 كيلو. أما البلكم البلدي 31,000 جنيه. البلكم البلدي البضايع الدرجة التانية 27,500 جنيه. والدنيبة البضايع العالية 11,000 جنيه. أما متوسط سعر طن بذر الكتان 45,000 جنيه للطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.